السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنفلتر الزيت معانا من الشكل ده، هنخليه زي ما انتوا شايفين من غير اي رواسب، وبحاجة موجودة عندنا في كل بيت بطريقة سهلة جدا. في دقيقة واحدة بالظبط هتعمليه وانت واقفة. طبعا ساعات بنكون محمرين فيه مرة واحدة وعايزين نستخدمه تاني، وساعات بيبقى فيه رواسب زي مثلا لو عملنا بالدقيق او بقسماط. فالنهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض الطريقة. هنا انا كنت عملت في الزيت ده طعمية، فطبعا زي ما انتوا شايفين فيه سمسم وفيه رواسب من تحت كده. فبكل سهولة هجيب حاجة وهجيب مصفى، وطبعا هنثبت المصفى كده عشان ما تقعش منها بشوكة او معلقة. وهنجيب منديل. اهم حاجة طبعا ما يكونش منديل يكون ما فيهوش اي روايح، ما يكونش فيه ريحة. طبعا بيكون كذا طبقة، هناخد طبقة واحدة بس، والزيت طبعا هيكون بارد. وهنبتدي نحط طبقة واحدة من المنديل، وهنبتدي نصفي الزيت بكل سهولة. مش هينزل اي رواسب. طبعا احنا لو صفينا من المصفى دي بس بيبقى فيه حاجات في الاخر تحت كده، اللي هي زي رواسب تقيلة كده. الزيت طبعا بالطريقة دي لما بتحط المنديل ما بينزلش اي رواسب. طبعا احنا ساعات بنكون قلنا في الزيت حاجة واحدة وعايزين نستخدمه تاني، مش طبعا كلنا بنرمي الزيت من استخدام مرة واحدة. فبنبقى عايزينه كمان ما يبقاش فيه رواسب او حاجة. الطريقة دي هتخليه معاكي يرجع كأنك ما استخدمتهوش. بجد طريقة سهلة، اهم حاجة الزيت يكون بارد. طبعا انتوا شايفين انا بصفيه في حاجة بلاستيك، فعشان كده وعشان هو بارد اصلا. بس انا عشان خاطر يعني بخاف يتفاعل في اي حاجة من المنديل. بصراحة انا مش عارفة ده صحي ولا لا ان انا استخدمه المنديل سخن. والمنديل مش بيبوش او بيدوب ولا او حاجه. هتشوفوا لحد اخر الفيديو انا بمسكه كمان وبدوس عليه للاخر خالص. الرواسب كلها زي ما انتوا شايفين، حتى كل الرواسب انا هفضيها عشان اوريكم ان هو مش بينزل منه حاجه، وبيصفي الزيت حلو جدا بصراحه. لو دي اول مره تشوفوني، انا اميره بكري. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بقدمه. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. زي ما انتوا شايفين الزيت نضيف جدا. كمان البولة اللي انا مصفية فيها مبينه ان هو غامق، لكن هو لو ما هفضيهولكوا في حاجة ازاز عشان يبان لونه. زي ما انتوا شايفين انا ماسكة المنديل اهو، مش بيتقطع او حاجة. وبتفضل كل الرواسب طبعا بترميها، لو حتى قالية بدقيق او في اي حاجات ناعمة جدا مش بتنزل من المنديل. زي ما انتوا شايفين كده الزيت نضيف جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.